اللحظات الأخيرة من عمر هذه المواجهة، والسوري محمود المواس يتكلم مع زميله الأسمراني بسام شاكر ابن نسور قاسيون. الداهية السوري المرعب السوري محمود المواس هو القناص. بماذا يفكر محمود المواس؟ على ماذا ينوون؟ وما الذي يخطط له الداهية السوري محمود المواس؟ يقول له اترك لي الكرة. هنا حسين حسن حارس منتخبنا الأولمبي الوطني العراقي الذي ينتظره بطولة أولمبياد باريس. هنا الكرة في اللحظات الأخيرة للقيثارة الخضراء. محمود المواس على التنفيذ، تسديدة يا ولد يا محمود، تبقى الخطورة مستمرة. هنا الفرصة رأسية، الله، تبقى الخطورة. هنا التسديدة هي الله، غير ممكن، مستحيل. ما هذا الذي يحصل أمامنا؟ هل هذه حقيقة أم خيال؟ أقرصوني، أفيقوني لكي أقول جول. هذا لا يحدث حتى في البلاي ستيشن. اشتعلت مدرجات القيثارة الخضراء، تمنعت وهي راغبة، ودخلت وهي مذهلة، في لمحة خاطفة، في هجمة قاتلة، في كرة عابرة، في لقطة رائعة، في ليلة ساخنة. يا الداهية يا السوري يا محمود المواس، الله على هذه الكرة القاتلة، وكأن المرمى تعبى دخول الكرة لاحتضان شباكها. لاحظونا في الإعادة هنا المحاولات الرأسية، بعد ذلك لم يستسلم جنود القيثارة الخضراء. هنا الله على بسام شاكر، الكبير العراقي بسام شاكر، الأسمراني بسام شاكر، يسكنها في الشباك في اللحظات القاتلة. هنا أمامنا تحتاج للمسة واحدة، وهنا اللمسة العراقية في شباك حسين حسن، وكأن المرمى فيه شيء من السحر، وكأن المرمى مسحور، لكن أبناء السحرة قادمون وقادرون على تغيير المسار، وكأن المرمى تعبى دخول الكرة لاحتضان شباكها، لكن العاشق يتمسك بمعشوقته، والكرة عاشقة لشباك المرمى، فمن الصعب أن تمنع العاشق من معشوقته. 2-1 للقيثارة الخضراء، 2-1 لشرطة العراق. افرح يا أبو الخوزي، افرح يا أيتها الجماهير العراقية. 2-1 بأغرب الأشكال، 2-1 في هذا الوقت الحساس، في كرة تعلمك معنى المحاولة وعدم الاستسلام، في كرة تعطيك درسا في الإرادة والتمسك بتحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف. أي كرة، أي هجمة، أي محاولة، أي لقطة، هذا هو الأخضر. اذهب ودربك أخضر، الدرب أخضر يا الأخضر، الدرب أخضر أمام القيثارة الخضراء. هنا أمامنا يعزفون لحن الانتصار في أصعب اللحظات والأوقات، الكرة التي زلزلت أرضية الميدان وأشعلت كل المدرجات، لأن الانتصار اقترب من قيثارة العراق. كرة اللقب، كرة الصدارة. هنا مهند قاسم ماذا سيقول؟ الهدف سليم أم لا؟ الكل ينتظر، الكل على أعصابه. هنا التقدم بأروع الأشكال، كرة أغلى من الذهب والألماس لقيثارة العراق. الدوري والصراع على لقب الدوري على أشده بين القوة الجوية والقيثارة الخضراء. الشرطة المعلم المصري مؤمن سليمان أمامنا ينتظر، الكل على أعصابه. هدف هل يكون صحيحا أم لا للقيثارة الخضراء؟ مهند قاسم الحكم الذي يقود هذا اللقاء والحديث مع بسام شاكر صاحب الهدف الثاني من أجل تحقيق أغلى الأماني. يا ترى ماذا سيحصل؟